حابين توضح لنا الهرم الغذائي الصحيح. صحيح، هو الهرم الغذائي يبدأ من قمة الهرم بالدهون والزيوت والسكريات، يعني إن شاء الله حنجي نفصل الدهون المشبعة وغير المشبعة والسكريات أنواعها. قمة الهرم هاي طبعا دائما ينصح بالتقليل منها، وأسباب كثيرة إن شاء الله حنجي نشرحها. بعد الدهون والسكريات تجي مجموعة الألبان، الأجبان والألبان والحليب. بعدها حتجي البروتينات، هناك انواع مختلفه من البروتينات. اللحم اكو بروتينات كامله صحيح مثل اللحم والدواجن والاسماك، واكو بروتينات غير كامله مثل البقوليات. بعدها تجي الخضروات والفواكه. شوف لو هسه نشوف احنا على الجدول. بالاخير حتجي عندنا مجموعه الكربوهيدرات. اكو كربوهيدرات متعدده وكربوهيدرات احاديه. فنشوف هسه هذا القمه الهرم يجب أن تحتوي وجبة الكائن الحي الإنسان يعني بالتحديد على هذا الهرم، لكنه حتى يقدر يستخلص كل الفوائد. لكن الكميات تختلف. الكميات مثل بقمة الهرم عندك مجموعة الدهون والزيوت تختلف عن مجموعة الحليب، يعني مثل الحامل تحتاج 3 وجبات من الحليب والأجبان باليوم. أي بالإضافة إلى أنه الكربوهيدرات يجب أنه الإنسان يحتوي غذاء على الكربوهيدرات. يعني هو هذا الهرم الغذائي. عدد السعرات الحراريه، يعني انه افضل شيء احنا شوف لو نشوف وضعنا بالعراق وعموما دول العربيه، المنهاج التغذيه مالتنا خاطئ. يعني 3 وجبات غذائيه الصبح مو هالقد، الظهر ياكل هوايه وبالليل ياكل هوايه وينام، والوقت متاخر هم ياكلون طبعا. اي وقت متاخر طبعا. هاي حتصير انت عندك طاقه زايده دام من الكربوهيدرات او من البروتينات، تتولد شحوم، والشحوم تولد الكوليسترول السيء، وهذا ما يروح للكبد، يعني فد مشاكل فيها معقده. فافضل شيء انه الانسان ينظم نظام 5 وجبات. لكنه يسأل بعض يقول لك 5 وجبات، وهاي 5 وجبات قليله متقطعه، يعني متقطعه وقليله. وتحتوي على يعني عناصر غذائيه متنوعه. اذا تناولت 5 وجبات وقليله وخلال اليوم، اول شيء ما حتحس بجوع، والشيء الثاني حتمني المعده، والشيء الثالث حتوفر العناصر الغذائيه والسعرات الحراريه للجسم. الشيء الاخير انه ما حتتولد الشحوم من الطاقه يعني المخزونه. لانه الدهون تروح الى شحوم تتولد، والشحوم طبعا لها تاثيرات عكسيه، تولد السكر وتولد انسدادات مثل الشرايين، تكدسات بالشرايين وامراض القلب والوعائيه وكثير من المشاكل. فاذا نريد نخطط على منهاج 5 وجبات غذائيه. يختلف بالنسبه للرياضي، ويختلف بالنسبه يعني اكو اختلافات، يعني مع الاختلافات كميه الوجبات حسب السن. دائما ننصح انه الاتش دي ال الهاي دنسي ليبوبروتين الكوليسترول الحميد انه دائما يزيد. حتى شنو؟ حتى ياخذ الكوليسترول السيء يوديه للكبد ويطرحه خارج الجسم. والاكثار يعني انا افضل الاكثار من الفواكه والخضروات، الماء، الكربوهيدرات. يعني التقليل من السكريات قدر الامكان، يعني السكر الفركتوز واللاكتوز اللي هو اللي يستخدمه بالعصائر السكروز. هذا السكروز بالشكر العادي هذا طبعا كلش مضر. اضافه ان عندك سكر الحليب يعني اقل مضره هو الفركتوز، وبعدين عندنا الكالكتوز العفو. سكر الفواكه هو الفركتوز. سوء التغذيه يعني بعض الاحيان الفرد ياكل غذاء كامل لكنه عنده سوء تغذيه، لأن الغذاء ما محتوي على العناصر الخاصة والمفيدة الصحية للجسم. سوء التغذية. خلينا نجي أول شيء للسمنة. السمنة تقاس أنه إذا زاد حسب يعني المقياس العالمي الصحة الدولية، إذا زاد الوزن عن 20 كيلو يعتبر سمين. السمنة طبعا لها مضار كثيرة، يعني السكر، أمراض القلب الوعائية، يعني أمراض الشرايين، داء النقرس، المفاصل، كلها من السمنة. النحافة بالعكس ما يقل وزن الجسم عن 20 كيلو. النحافة نفس الشيء هم إلها مشاكلها ولها أمراضها ولها سلبياتها. سوء التغذية احنا قلنا احتمال وجبة غذائية لكنه قليلة العناصر قليلة الفائدة، لكنه احنا بالمقياس العالمي سوء التغذية انه الغذاء القليل البروتين قليل الكربوهيدرات، يعني الفرد ما يحصل على غذاء الكامل من البروتين ومن الكربوهيدرات فعلا اكو ضيفية للجسم. دكتور هناك بعض المصطلحات يستخدمونها يمكن خبراء التغذية، اللي هي الشخص التفاحة
الشخص الاجاصه. إيه. فما اعرف شنو هذا التسميه. هذا طبعا هذا المصطلح يعني مو فقط على الرجل، على المرأة. نعم. احنا نشوف الشخص التفاحة يطلق عليه شخص التفاحة، هو اللي الشخص يعني الشحوم متركزة ببطنه وبالجذع وبظهره، شو دائما يعني منتفخ. مدور منتفخ مدور. صحيح. زين. لكنه الشخص الأجاصة هو يعني العنجاصة من الورك والأفخاذ. نعم. تمام. اي فهذا للمرأة وللذكر. نعم. وطبعا الشخص التفاحة والشحوم بالبطن والظهر والجذع هذا أخطر من ذاك الشخص. نعم. الأجاصة. ليش؟ لأن الشحوم هاي دائما ما تولد الكوليسترول السيء، ودائما ما تولد السكر والضغط العالي، وتأثر على القلب والأجهزة الوظيفية مالته. نشوف تأثيراتها السلبية أكثر من تأثيرات الشخص الأجاصة اللي هو عنده السمن وشحوم بمنطقة الورك ومنطقة الساقين. وهاي طبعا تكثر يعني عند النساء وعند الرجال. نعم. خصوصا بالدول الأوروبية والدول الأمريكية، لأنه يستهلكون بروتينات كثرة. نعم. زين، فتتولد الى شحوم وتولد هاي الاجسام. نعم. شلون نقدر نحسب السعرات الحراريه اللازمه يعني لجسم الانسان؟ طبعا هو كل فرد تحسب الى السعرات الحراريه. نعم. سواء بالجهد العادي او بالجهد الرياضي او الجهد المكتبي. احنا كل كيلوغرام الواحد يحتاج سعره حراريه واحده. نعم. تضربيها في 24 ساعه حيطلع لك معدل. أي. رقم معين. الجهد والحمل العالي يحتاج له من 50 الى 70% اضافه. نعم. والجهد المتوسط يحتاج من 40 الى 50% اضافه، والجهد البسيط يحتاج من 30 الى 40%. المجموع اللي طلع من السعرات الحراريه نجيبه نضيفه ويا 70%. نعم. يطلع لنا مجموع. نجي بعد نضيفه من طلع هذا المجموع نرجع نحسبه ويا المجموع الاول. فد معادله طويله. اي يعني نحسبه ويا المجموع يطلع لنا مجموع. نجي نضربه 1.1 نضربه يطلع لنا السعرات الحراريه اللي يحتاجها الجسم. زين. يعني فهي معادله طبعا. اي بس هاي المعادله لازم يعني كل انسان عنده هاي المعادله، يعني بالرياضيين لازم عندهم، الشخص العادي عنده هاي المعادله يحسب. طيب الانسان العادي شلون يقدر يحصل على هذه المعادله؟ يستعين بطبيب ممكن؟ لا هو موجوده يعني بالمصادر العلميه موجوده. الانسان مثل الشخص العادي. نعم. يعني يطلع كيلوغرام، ايش قد هو 50 كيلوغرام في 50 سعره في 24 يضيفها الى نقول 30%. هو مثلا 30% يطلع له عدد السعرات. تمام. يضربها ب 1.1 يطلع له السعرات الكليه اللي يستخدمها. يمكن بس البدايه صعبه، بعدين يتعود على مساله طبيعيه سهله يعني.